أنا مش عارف سر النجاح فين، بس اللي متأكد منه إن أنا عارف سر الفشل. هو إنك تحاول ترضي كل اللي حواليك، واللي قال الجملة ديت غالبا خلص طاقته كلها على الفاضي. زينا كده برضه لما بنفضل ندي شمال ويمين ومفيش ولا واحد يقول لك تسلم إيدك. تعالى تعالى بكوباية الشاي اللي معاك ديت نحكي مع بعض شوية. من واحنا صغيرين كانوا بيبرمجونا ويقولوا لنا خليك مؤثر، خليك محبوب، أهم حاجة رأي الناس فيه. كأن رأي الناس ده هو اللي بيحدد احنا كويسين ولا لأ. طيب انت دماغك راحت فين؟ ولا دماغنا كلنا راحت فين؟ ما علينا، ادي احنا اتعلمنا متأخر. اللي بيرضي الناس ده بيهلك نفسه. من الآخر لو رضيت الناس هتزعل نفسك. يعني مثلا لما تقول وانت عايز تقول لأ، تضحك في وش حد وانت عايز تديله بالبوكس في وشه، توافق على خروجه وانت مش طايق اللي انت هتخرج معاه. ده موت يا معلم. وكل ده ليه؟ عشان ما تزعلش الناس. طيب ما انت زعلان ومحدش حاسس بيك. الموضوع مش انك بس بترضيهم، انت كمان بتخسر نفسك. يعني الناس مرتاحة والمعلم مفشوخ. اكتر ناس ناجحة في الدنيا مش اللي بيرضي الناس، دول بقى هم اللي عارفين الصح وعارفين هم عايزين ايه. مش فارق معاهم مين يزعل ومين ما يزعلش. انت فاكر انت هتوصل لحاجة لما تقعد ترضي ده وده؟ لا، انت كده بتعمل نفسك اكنك علبة عصير وكل واحد يجي يشرب منها شوية. بالعكس يا معلم، انت هتبقى مسخ، لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا كرامة على فكرة. صدقني لو لبست بدلة حتى وطلعت تقول شعر هيقولوا ده بيتمسح فينا وعايش شهرة. ولو لبست شبشب وطلعت قلت رأيك بصراحة هيقولوا ده قليل الأدب ومش محترم. يعني في الحالتين هيتحط عليك. فخليك انت وخلصنا. طيب معلش يا ابو حميد، انا عندي سؤال واقف في زوري. انت جربت ترضي الناس كلها؟ للاسف جربت والله. جربت اكون الانسان اللي بيقول وخلاص وزي ما تحب وتحت امرك. في الاخر الناس خدت على كده، ولما قررت اقول لا اتقال عليا ان انا اتغيرت وبقيت مغرور ومش زي زمان كمان. طيب يا جماعه، مش يمكن كنت زمان مغفل ويمكن دلوقتي فقت لنفسي؟ ما هو اللي بيرضي الناس طول الوقت غالبا بينام وهو معيط. عارف اللي بينجح اللي مش فارق معاه كلام الناس، المهم يبقى واقف على رجله مش واقف على رأيه. وتفرق قوي اللي دماغه شغالة وبيفكر لنفسه، اللي لما يقول لأ بيقولها وهو واقف مش محني. الناس مش نهاية الدنيا، ورضاهم كمان مش تذكرة دخول الجنة. لو هتعيش عشان ترضي الناس كلها هتخرج منها خسران، حتى هتخسر احترامك لنفسك. سر النجاح محدش عارفه، بس سر الفشل معروف. انك تلبس وش مش وشك وتقول كلام غير اللي جواك وتعيش في دور البطل بس في فيلم مش بتاعك. عيش على حقيقتك، كفاية تمثيل. الناس مش دايما في حياتك ورضاهم مش هيفرق معاك. انت الوحيد اللي هتكمل مع نفسك. ارضي نفسك بقى.